السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم اخوكم اسلام ابو عمرو. في يونيو 2013 بالتحديد في ولاية شيكاغو بامريكا يقع هناك مكان اسمه The American Medical Association. مندوبين الجمعيات الطبية دول اتجمعوا سوا وعملوا قعر مجلس. الجو حواليهم هادي خالص والعالم هادي وما فيهوش اي مشاكل، وكل واحد فيهم ماسك في ايده الامريكان اسبريسو بتاعته. وبعد ما جزيئات الكافيين توغلت في الدم بتاعهم ووصلت بالسلامة للمستقبلات بتاعتها، الجماعة المندوبين دول فاقوا وصحصحوا كده زيهم زي اي بشري بيشرب قهوة، وقاموا مقررين قرار. ايه هو القرار ده بقى كده؟ القرار هو الاعتراف بان السمنة حالة مرضية وتتطلب جهود العلاج والوقاية. يا صلاة النبي، الله يخرب بيتك يا قهوة. فجأة كده والعالم كله هادي وكل واحد ملهي وفيه اللي مكفيه. 641 مليون بني ادم اتشخصوا انهم مرضى، 9% من سكان كوكب الارض فجأة اتشخصوا انهم عيانين. وخد بالك دي ارقام 2013، احنا دلوقتي بنعدي المليار بني ادم متشخصين بمرض السمنه، 14% من كوكب الارض متشخصين انهم مرضى. طبعا قصه القهوه دي من وحي خيالي لاجل الحبكه الدراميه وكده، ولكن الارقام صحيحه 100%، ما تقلقش. بس بيني وبينك، وايه المشكله يعني؟ 14% ده رقم مش كبير، بس لو جينا بقى خدنا النسبه دي وطبقناها على الدنيا مصر، هنلاقي ان احنا عندنا مرض بيصيب 14 مليون بحالهم. طلع رقم كبير صح، ولكن خليني اقول لك ان الحياه دايما مش عادله، وال 14% دول لو اخدتها وطبقتها على اي دوله اكيد مش هيطلع لك النسبه الصحيحه 100%. يعني انا عايز اقول لك ان احنا مش 14 مليون مريض ولا حاجه، بلاش كلام فاضي. على حسب كلام معهد تحسين الرعايه الصحيه، احنا 21 مليون ونص شخص من البالغين بس بيعانوا من مرض السمنه، 40% من البالغين في مصر بيعانوا من السمنه. احنا بسم الله ما شاء الله علينا بنحتل المركز السابع عالميا من اكثر 10 دول في العالم فيهم تخان. المشكله مش في ان الشكل هيكون وحش بس، البودي شيمينج ده اقل مشكله. المشكله ان في 62% في مصر من الناس اللي بتعاني من السمنه بيعانوا من مرض السكر من النوع الثاني، و10 مليون منهم عندهم ابنيا، يعني نفسه بيتقطع وهو نايم، و6 مليون منهم عندهم ضغط. انا عارف يا صديقي العزيز انك نفسك ما تكونش من هؤلاء القوم، ولو مش عشان صحتك فعلى الاقل عشان يكون شكلك حلو. على الاقل انت نفسك تقفل زرار البنطلون من غير ما صوابعك يجيلها تشنجات. وبيني وبينك اللوم مش عليك، الهيكل اللي مبني بيه العالم بيساعد اصلا على انتشار السمنه. انت دلوقتي تقدر بضغطه زرار واحده تخلي مطعم في مكان ما في العالم بيطبخ لك الاكل ويغلفوه لك ويجيبوه لك لحد باب بيتك. لا وكمان تكتب في النص بتاع الدليفري ما ترنش الجرس عشان امي ما تقفشنيش، وفي الاخر بيطلع رخم وبيرن. كل الكلام ده بيحصل من مكانك ومن غير حتى ما تصرف سعر حراري واحد، وكل الكلام ده بيحصل بتناغم وبسلاسه غير طبيعيه، وده طبعا بيؤدي في النهايه الى تقليل معدلات حرقك للسعرات الحراريه وزياده معدلات استهلاكك للاكل، فبتربي بقى طبعا دهون في كرشك وجنابك واردافك والاماكن الجميله دي كلها. فبقول لك ايه بقى، ما تيجي اوريك كيف يذهب الكرش. علشان نعرف ازاي نخس لازم الاول نعرف ازاي جسمنا بيفكر. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، الدهون كانت جوكر بالنسبه لجسم الانسان، عمله غاليه وقيمتها عاليه، حميته من المجاعات وساعدته على تكوين الحضارات. فطبعا الجسم اتبرمج انه يحبها ويخزنها. ومع ازدهار عصر الزراعه الانسان بدا يتعرف على منتجات تانية متنوعه زي الفواكه والخضروات والحبوب، وطبعا الحاجات دي بتوفر كربوهيدرات كتير، والحصول عليها بقى خلاص سهل، ولا هيجري ورا فريسه ولا بتاع. يا دوبك هيجري على شجره ويقوم مخبط عليها هتقوم موقع له تفاحه، وقوم بقى عامل قانون الجاذبيه وقانون الحركه والتفاضل والتكامل وعقد العيال في الفيزياء. خلاص بص، المهم ان النباتات غنيه بالكربوهيدرات وسهل نحصل عليها وبيبقى طعمها كمان حلو، وكمان وده الاهم الجسم يقدر يستعملها ويطلع منها ايه؟ طاقه، الاي تي بي. تنسيتها ولا ايه؟ ما تبص على الحلقات اللي فاتت، بص لان دايما بحسك بتتوه مني. تعال نشرح حاجه بسرعه، افتح صفحه. الاكل بشكل عام بيوفر لك 3 عناصر غذائيه اساسيه، الكربوهيدرات والدهون والبروتين، معروفين ما ضفناش حاجه جديده. الكربوهيدرات بتبقى موجوده في السكريات والنشويات، مكرونه بقى، رز، بطاطس، دقيق، معجنات، فاكهه، خضار، حتى الورقيات زي الخس والسبانخ بيكون فيهم كربوهيدرات بنسبه صغيره. وطبعا ما ننساش البيتزا والعيش والحلويات الشرقيه والدلوعه والمدلعه واليح يح والحاجات دي كلها، اكل عيش البلوجرز يعني. ميزه بقى الكربوهيدرات انك سهل تجيبها ورخيصه وسريعه في الهضم. الجسم دائما وابدا بيفضل الكربوهيدرات كمصدر طاقه وبيستعملها قبل اي شيء، هي بالنسبه له رقم واحد، وبعديها تيجي الدهون. الدهون بتبقى موجودة في الزيوت والدهون الحيوانية زي السمنة والزبدة والقشطة، والدهون اللي بتبقى موجودة حوالين اللحمة زي الشغط، وبتكون طبعا موجودة في بعض النباتات زي الأفوكادو والمكسرات، عين الجمل، اللوز، البندق، الفستق السوداني والمكاديميا. المكاديميا دي نوع من المكسرات انت هتعرفها لو انت مولود في حواري نيويورك، انما احنا من مصر عادي. المهم الدهون أصعب شوية انك تجيبها، ونسبيا أغلى من الكربوهيدرات، وأبطأ شويتين في الهضم، وده السبب اللي بيخليك لما تاكل دهون تشبع. بس قيمتها بقى عاليه جدا، الجرام الواحد بيوفر لك 9 سعرات حراريه تنفعك في وقت عسر، وبتكون شويه حاجات في جسمك زي اغشيه الخلايا والهرمونات.
اما بقى البروتينات فهي اصعب حاجه في الحصول عليها، بتبقى موجوده في اللحمه والفراخ والسمك، يعني اكل عله القوم وكريست المجتمع، وبتكون موجوده في البقوليات والحبوب بنسبه اقل شويه زي الفول والترمس والعدس والشوفان. مشكلتها ان سعرها بيبقى غالي شويتين ونسبتها في الاكل بتبقى قليله شويه، بس مهمه جدا بالنسبه لك، بتبني عضلاتك واعضائك وجهازك المناعي، وشويه من الهرمونات زي الانسولين وهرمون النمو، وبيكون جواها بعض المعادن اللي بيصعب امتصاصها من مصادر نباتيه زي اللحمه مثلا فيها الحديد والزنك، وطبعا فيتامين بي 12 ما ننساهوش، وتقريبا البروتينات موجوده في كل حته في جسمك. اقفل بقى الصفحه وتعالى لي. اما حضرتك بتاكل انت مش بتدي لجسمك طاقه، انت حرفيا بتدي لجسمك مركبات كيميائيه وهو بيحرقها عشان يطلع منها طاقه. يحرقها، هي كلمه يحرقها دي مش للتشبيه، علميا وعمليا لا، الدهون على سبيل المثال بتتحرق حرفيا زيها زي الفحم بالظبط. لو بصينا هنا هتلاقي ان الدهون عباره عن سلسله من الكربونات ماسكه في بعضها بروابط. اما حضرتك بتحتاج طاقه في وجود الاكسجين اللي انت بتتنفسه، الجسم بيكسر الروابط دي وبينتج عن التكسير كربون وهيدروجين. الكربون والهيدروجين بعد كده بيخشوا في عمليات كيميائيه معقده وبيطلع منهم طاقه. بعد كده الهيدروجين بيمسك مع الاكسجين ويتحول لميه، والكربون بيمسك مع الاكسجين ويتحول لثاني اكسيد الكربون بيطلع لما انت بتتنفس. يعني انت حرفيا بتفقد وزنك عن طريق التنفس. الشخص ذو العقل الاستثنائي دلوقتي بيدور في دماغه سؤالين، السؤال الاول وهو هي مش الدهون المفروض بتتحول لطاقه؟ السؤال ده ما بيدلش على حاجه غير نصائص فيزياء او ان فيلم اوبنهايمر لسه مأثر عليه. الله يخرب بيتك يا كريستوفر نولان. لو مشينا بكلامك وطبقنا اشهر معادله في التاريخ لاينشتاين اللي هي E=mc²، اللي هي معناها ان الطاقه بتساوي الكتله بالجرام في سرعه الضوء أس 2. انت لو عملت حسبتك على كيلو واحد بس من الدهون هيطلع لك طاقه اكبر من اكبر قنبله نوويه اتعملت او هتتعمل في التاريخ. واحنا يا حبيب قلبي ابسط من كده بكتير، احنا بنتشعبط في رضا ربنا. احنا يا حبيبي ماشيين بقانون حفظ الكتله، احنا على قدنا كده. احنا بنتخلص من كيلو الدهون عن طريق ان احنا بنكسر الروابط الكيميائيه بالراحه وبشويش، كربونتين كربونتين، علشان جسمنا ما يولعش، والباقي بيطلع على هيئه ميه وثاني اكسيد الكربون. يعني حضرتك لو حرقت كيلو من الدهون هيطلعوا على هيئه كيلو من الميه وثاني اكسيد الكربون بالتمام والكمال، وجسمك هيتخلص منهم عن طريق الحمام والتنفس. بس كده الموضوع بمنتهى البساطه. السؤال بقى التاني اللي صديقنا هيساله، هل بقى ينفع ان انا اقعد اتنفس كتير عشان احرق دهون اكتر واطلعها في النفس؟ الاجابه هو ينفع، بس هيغمى عليك يا حبيبي بعد 8 أو 9 أنفاس بسبب ما يسمى بالهايبر فنتيليشن. فنصيحة مني يا صديقي العزيز، امشي ورا المتعارف عليه، انزل اتمرن واعمل دايت علشان تتنفس أكتر وتحرق الدهون اللي عندك. خليني اقول لك ان الشخص الطبيعي بيحتاج في اليوم حوالي 2000 سعر حراري. السعرات الحراريه دي هي وحده قياس ومش محتاج تعرف اكتر من كده. في 3 عوامل رئيسيه بيحددوا ال 2000 سعر حراري دول بيتحرقوا في ايه. اول عامل فيهم وهو البيزل ميتابوليك ريت او معدل الايض الاساسي. طبعا انت ما فهمتش الاسم باللغتين بس هشرحه لك دلوقتي. معدل الايض الاساسي ده هو كم السعرات اللي بتحرقها وانت قاعد ما بتتحركش ما بتعملش حاجه، يا دوبك بس بتفكر بتتنفس، جسمك بيصنع انزيمات هرمونات الحاجات دي يعني. بس كل بقى ما الشخص كان فيه كتله عضليه اكتر كل ما معدل الايض الاساسي عنده عالي، يعني بقى يحرق سعرات اكتر. وده بيفسر ليه الرجاله بتحتاج سعرات حراريه اكتر من الستات، وليه الراجل المعضل بيحتاج سعرات حراريه اكتر من الراجل اللي مش معضل. والعامل الثاني اللي بيأثر على عدد السعرات الحراريه اليوميه هو التأثير الحراري للاكل، ثيرميك افكت اوف فود. الاكل اللي انت بتاكله نفسه بالفعل بيستهلك سعرات حراريه علشان يتهضم ويمتص، بس ده احنا ملناش تحكم فيه قوي لان هي حاجه مش بايدينا. ومن هنا ننتقل الى العامل الثالث والاخير وهو مستويات النشاط البدني، ودي كم الحركه اللي انت بتتحركها في يومك، سواء بقى من تمرين، من تمشيه، من غسيل مواعين، من ركن عربيتك في مكان بعيد فتتمشى له، في انك تستغنى عن الاسانسير، وانك تقوم وتتحرك كتير في الشقه، وفي 100,000 حاجه ممكن تعلي بيهم مستوى نشاطك البدني اليومي. عشان انت بقى تخس لازم تدخل جسمك في حاله من الافلاس، حاله من عجز السعرات الحراريه. وهسيب لكم برضو لينك تحت في الديسكريبشن بوكس هتدخل له بياناتك وهيطلع لكم انتوا محتاجين قد ايه سعرات حراريه في اليوم. بس ببساطه شديده لو معدلات حرقك للطاقه اللي هم في المثال ده 2000 سعر حراري قد معدلات استهلاكك من الاكل، يعني انت بتاكل 2000 سعر حراري، فانت وزنك ولا هيزيد ولا هيقل، هيفضل ثابت، لان اللي داخل على قد اللي طالع. لو انت بقى معدل استهلاكك اللي انت بتاكله اكتر من معدل حرقك فانت هتزيد دهون لان الاكل الزياده هتحول لدهون. بس بقى لو معدل استهلاكك اقل من معدل حرقك فانت ساعتها هتخس، لان جسمك هيبتدي يدور على طاقه، لان ما دخلتلوش الطاقه الكافيه من الاكل، فيبتدي يدور حواليه كده، يقوم بقى يلاقي مين؟ يلاقي شويه كربوهيدرات متخزنه على هيئه جلايكوجين في العضلات وفي الكبد، يقوم واخد حبه منهم لحد ما يخلصوا خالص، لان الكرب ده مشكلته ان هو بيخلص بسرعه. هنا بقى الجسم بيتوتر ويكون مش عارف يعمل ايه، اعمل ايه، يا نهار اسود انا في مجاعه ولا ايه، غريزه البقاء مدقن، يقوم ندور على مصادر تانية للطاقه. ايه بقى العنصر الغذائي اللي احنا كنا شايلينه الوقت عوزه لما نكون في مجاعات؟
ايه؟ الدهون منه. يقوم يبتدي بقى يسحب حته من الدهون من الكرش، حته من الجناب، حته من اللي مش عارف متخزنه فين، ويقوم حارقهم ومطلع منها طاقه زي ما لسه شارحين فوق. وكده تكون عرفت كيف يذهب الكرش. ده الموضوع ببساطه شديده وبدون تعقيد. كل الانظمه الغذائيه اللي معموله واللي معروفه في العالم لو ما مشيتش بالمعادله دي مش هتخس ولا هتجيب نتيجه. ولا بقى نظام الكيتو، الصيام المتقطع، الداش دايت، البتنجان دايت، الفيجيتيريان دايت، نظام رجل الكهف، نظام رجل البحر، ما فيش اي حاجه هتخسس الا لو مشي بالمعادله دي. كل الانظمه دي بلا استثناء مش هتجيب نتيجه لو معدلات استهلاكك من السعرات الحراريه اكتر من معدلات حرقك. اول ما الكفه تتقلب وتبقى معدلات حرقك اكتر من معدلات استهلاكك هتخس. علشان بقى تخس كيلو من الدهون في الاسبوع انت محتاج تحرق تقريبا 7700 سعر حراري، يعني هتحتاج تعمل عجز يومي 1100 سعر حراري. يعني انت لو معدلات حرقك 2000 سعر حراري في اليوم فانت المفروض تستهلك 900 سعر حراري بس. ورقه وقلم بقى واكتب ورايا. الفطار ربع رغيف وبيضه، الغداء 3 معالق رز وربع فرخه وسلطه، والعشاء ثمره فاكهه وزبادي بالليمون، ولازم الليمون. كتبت ورايا؟ خلاص خلصت. قطع بقى الورقه دي. النظام ده للاسف الشديد رغم شهرته الا انه بيضر اكتر ما بيفيد. نسبه البروتين فيه قليله جدا جدا. خليني اقول لك ان انت لو وزنك 80 كيلو فانت محتاج في اليوم حوالي 80 جرام بروتين في اليوم. كل كيلو من جسمك ليه جرام. اما انت بقى لو بتتمرن فانت محتاج ضعف الكميه دي، يعني كل كيلو من جسمك ليه 2 جرام، يعني المفروض تاخد 160 جرام بروتين في اليوم. النظام اللي انا كاتبه ده بقى ما فيهوش، لا مش اللي انا كاتبه، انا ما بكتبش القرف ده. النظام اللي اتقال ده بقى ما فيهوش 40 50 جرام بروتين على بعض، يعني هتخسر عضلاتك ومناعتك كمان هتضعف. وده بيفسر ليه الناس اللي بتعمل دايت من النوع ده بتعيا بسهوله. ده غير طبعا ان الدايت ده يفتقر للدهون اللي جسمك محتاجها لتصنيع هرموناتك والاغشيه الخلايا بتاعتك، وما فيهوش طبعا الاوميجا 3 اللي هي الاحماض الدهنيه الاساسيه. حتى نسبه الكربوهيدرات اللي فيه قليله جدا. دايت عنيف زي كده ممكن يشتغل معاك اسبوع 2 جميل، بس ده اخرك، مش هتستحمل اكتر من كده. مبدئيا جسمك هيبتدي يخش في حاله طوارئ، وده هيخليه يبتدي يقلل من معدلات حرقك. الله، طب وانا احرق في نفسي ليه؟ ما انا اصرف على قد اللي معايا. وكمان انك تقلل اكلك بغشوميه كده بيمرمط هرمونين معاك، هرمون الليبتين وده اللي مسؤول عن الشبع، وهرمون الجرلين اللي مسؤول عن الجوع. اللي هيحصل ان الليبتين مستوياته هتقل قوي والجرلين مستوياته هتعلى جدا، فانت طول الوقت هتكون جعان، وبعدها حضرتك هتخش في انتكاسه وهتسيب الدايت. يمكن تكون قدرت تخس 3 4 كيلو في الاسبوعين دول ويمكن اكتر، بس خليني اقول لك ان انواع الدايت اللي بتخليك تخس بسرعه الناس اللي عاملينها مش مهتمين انك تخس دهون ولا تخس وزن. هو في فرق؟ طبعا في فرق. دايت زي ده مستحيل يخسسك دهون بس، لا ده انت هتخس دهون وميه وعضلات. انت هتاكل من لحمك عشان تخس. انت عارف العضلات دي صعبه تتبني ازاي؟ انت عارف كيلو البانيه بكام اليومين دول يا ابني؟ المهم انك لما بتسيب الدايت ده وترجع تاكل تاني براحتك فانت بتزيد الوزن اللي انت نقصته ده، ولكن المره دي انت بتزيده كله دهون. يعني انت خسيت عضلات ودهون وميه، ولما جيت تزيد في الوزن زدت دهون بس. فارجوك لو انت ناوي تخس، خس على مهلك وخس براحتك علشان هرموناتك تاخد على التغيير ده على مهلها وما يحصلكش انتكاسه. انما تخس بقى بسرعه وترجع تاني لوزنك القديم وتفضل تكرر العمليه دي رايح جاي رايح جاي، فانت كل مره بتعمل كده انت بتزود نسبه دهونك وبتقلل نسبه عضلاتك، فمش بتستفاد حاجه غير انك بتضعف وبتبان هزيل وشكلك بيبقى اسوأ كل مره من المره اللي قبلها. عارف بقى ايه اللي اسوأ من النظام ده؟ النظام كان مخترع لاغراض علاجيه زي علاج مرضى الصرع لانه بيقلل نشاط المخ. المحنكين بقى قعدوا مع نفسهم كده وفكروا وقالوا هي مش الكربوهيدرات دي هي مصدر الطاقه الاساسي؟ فرد بتاع الفسيولوجي وقال لك مظبوط الكلام ده. قال لك طب ما نعمل نظام خالي من الكربوهيدرات خالص وكده نستعمل الدهون كمصدر طاقه ونخس الدهون ونبقى فورمه، ونسمي بقى النظام ده كيتو نسبه الى الكيتونات اللي الجسم بينتجها من الدهون كمصدر طاقه بديل. فعجز ساعتها الفسيولوجيين عن الرد، بس مش من جمال الفكره لانهم فقدوا القدره على النطق من الغباء اللي هم سمعوه، وفضلوا الفسيولوجيين ساكتين وانتشرت فكره الكيتو. فكره الكيتو انك تاخد معظم سعراتك من الدهون وحبه بروتين كده على جنب. سيبك من ان ريحه بقك هتبقى شبه ريحه الاسيتون او التفاح المعفن بسبب الكيتونات. سيبك من انك مش هتاكل فاكهه وشويه خضار ودول مليانين طبعا معادن وفيتامينات. سيبك من كل العيوب الواضحه والظاهره دي. الكيتو برضه هينقص وزنك مش هينقص دهونك. المره دي هتنقص عضلات وهتنقص عضلات كتير لان جسمك برضه بيحتاج الجلوكوز اللي جاي من الكربوهيدرات كمصدر طاقه. في حاجات في جسمك ما ينفعش تشتغل من غير جلوكوز زي كرات الدم الحمراء مثلا والمخ والجهاز العصبي لفتره معينه، فجسمك لازم يشغل الحاجات دي والا هتموت. فيبتدي بقى جسمك ساعتها يكسر البروتينات اللي موجوده في العضلات ويحولها لجلوكوز بعمليه تسمى الجلوكونيوجينيسيس. فبرضه هتبقى هزيل وضعيف وشكلك هيبقى عامل زي الواد بتاع اعلانات 7 زمان يا لذيذ يا رايق. ده غير ان نظام الدايت بتاعك لازم يكون اسلوب حياه. الكيتو بقى ما ينفعش يكون اسلوب حياه. انت بتتكلم في نظام ان انت لو غلطت مره وكلت حاجه فيها كارب بسكوتايه مثلا انت طلعت بره النظام وهتاخد يومين 3 4 على بال ما ترجع للنظام تاني، هتعمل لك بان من النظام يعني. غير برضه ان الكيتو لو كلت اكتر من معدلات حرقك، يعني لو استهلكت اكتر ما حرقت
برضه مش هتخس. يبقى رضيت نفسك وما خسيتش يا جعفر يا ناصح. فمن النهايه ومن الاخر، عايز تخس احسب سعراتك الحراريه وقلل عنها من 500 ل 700 سعر حراري في اليوم، وخد لكل كيلو من وزن جسمك جرام بروتين او 2 جرام لو انت بتتمرن. بعدين خد 25% من سعراتك الحراريه دي واديها للدهون وخصوصا الاوميجا 3. ولو ما عندكش امكانيه انك تاكل سمك دهني، خد حبوب، خد نوع مثلا زي زاندروس او ليميتلس. خلاص كده خلصنا الدهون والبروتينات. خد بقى الباقي من سعراتك الحراريه من الكربوهيدرات، رز، مكرونه، عيش، فاكهه، بطاطس، بطاطا، اللي انت عايزه، واشرب ميه كتير. ولو مالكش تقل على الخضروات فانصحكم بشده تجيب مكمل غذائي للفيتامينات والمعادن. وطبعا لازم تاخد ملح باعتدال، حط ملح على اكلك عادي بس مش بغشامه. واوعى تقطع الملح لان الملح بيكون جواه معدنين مهمين جدا لجسم الانسان، الصوديوم والايودين. ان بقى حبيت ان انت تخس اسرع فزود نشاطك البدني، ما تقللش سعراتك الحراريه، خليك ذكي. ولو عايز تتعلم ازاي تعمل دايت لنفسك فهسيب لك فيديو تحت، وربنا يكون معاك يا بطل. اما بقى عن الاسباب اللي بتخلي الدايت يفشل او بتخليك تبطل تخس حتى لو انت ماشي على الدايت مظبوط، فهنناقشها قريب ان شاء الله في فيديوهات مصغره، او ممكن نعمل لهم فيديو كبير لان هم فعلا مهمين جدا. وافتكر دايما اني بنقل العلم ومش بخترعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتوريه لكل اصحابك. سلام.